بسكوت التمر. هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض بسكوت التمر بطريقه حلوه جدا وسهله وبسيطه، مقادير كلها جميله وهتعجبك ان شاء الله. موجوده عندك ان شاء الله في البيت من غير عجان ومن غير مضرب كهربائي. ان شاء الله هتعمليها بايدك او في الخلاط بطريقه سهله جدا. يلا بينا نشوف ازاي. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت التمر اللي انت شايفاه ده، جميل جدا ولذيذ وطعمه حلو جدا ومقاديره مظبوطه. شايفه شكله عامل ازاي؟ ما تنسيش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. البسكوت ده حلو جدا لاولادنا في المدارس، حلو في المناسبات، حلو في الحفلات بتاع اعياد الميلاد وحفلات راس السنه. الحاجات اللي زي دي جميل جدا، ان شاء الله هيعجبك. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. ولو عجبتك طريقه البسكوت بتاعتنا ما تنسوش تدعمنا واللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. هنجيب كده 4 بيضات، هنجيب كده 4 بيضات كده بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا كوباية سكر بودر. لو انت هتعملي في الخلاط على طول حطي سكر سنترفيش عادي اللي هو حبيبات واشتغلي بيه. يبقى 4 بيضات وكوباية سكر، تقدري تبدأي على طول في الخلاط. كوباية زيت، هنحط كمان نص كوباية، يعني كوباية ونص زيت. 4 بيضات وكوب سكر وكوباية ونص زيت و2 كيس فانيليا، وهنقلب كده كويس جدا. البسكوت ده سهل جدا ومياخدش وقت. معانا كده قصنص برتقال هيخلي البسكوت ريحته حلوه جدا، ما يبانش اي زفره في البيض. لو انت ما عندكش القصنص البرتقال ده تقدر تحطي نص معلقه خل. ضربناه بالشكل ده كده اهو، لما بقى عامل زي الكريمه كده بالشكل ده كده اضربي فيه بقى مده 5 دقايق في الخلاط، او تضربي بقى بايدك كده عادي زي ما انت عايزه. هنحط بقى كده ذره ملح بتحلل المخبوزات جدا، تظهر الطعم الحلو اللي فيها. وهنقلبها بالشكل ده كده. شايفه قوام العجينه؟ احنا لسه محطناش دي ولا حطينا المكونات الجافه التانية. هندوب الملح كده. هنيجي بقى على الدقيق. معانا 4 كوبايات ونص، ومعانا نص كوبايه نشا. هنقلبهم كده مع بعض، اختلطوا مع بعض. ومعانا معلقه صغيره بيكنج باودر، ما تكتريش في البيكنج باودر علشان ما تقطعش معاكي وتبقى العجينه مش حلوه وينفش معاكي في الفرن. امشي بس على الطريقه والخطوات وهتطلع معاكي جميله زي ما انت شفتها في اول الفيديو. ومعانا برضو لبن بودر، لو عندك لو لبن بودر تقدر تحطي معلقتين او 3. لو مفيش خلاص هو كده زي الفل. هننزل بالدقيق نص الكميه ونقلب، ما ننزلش بيه مره واحده. البسكوتات ما بتتعجنش زي المخبوزات العيش والقرص والحاجات دي، ما بتتعجنش كتير، يا دوبك بس بندمج المكونات في بعضها بس اهو بالشكل ده كده. وحطينا بقيه الدقيق ونعجن العجينه اهي. طلعت معانا بالجمال والحلاوه دي كده، مظبوطه جدا وقوامها حلو وما بتشققش ولا اي حاجه. شايفه ملمسها ناعم وجميل. ما كتريش فيها عجن، اهم خطوه عشان ما يشدش معاكي، عشان الدقيق بيشد من كتر العجن فيه. هنجيب كده بقى معجون التمر، هنحط كده عليه ربع كوبايه زيت وهنعجنها معاها بالشكل ده كده. ومعجون التمر ده انا اللي عاملاه في الفيديو اللي كنت عاملاه بتاع العجوه، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. كنت عاملاها بالقرفه،
لو انت شاريها من بره وجايباها من محل يعني، حط فيها نص معلقة قرفة، تظهر الطعم وتخليها جميلة جدا مع الزيت، وعجنوهم مع بعض تحصلوا على نتيجة حلوة جدا. هناخد كده قطعة من العجين وهنفردها بين كيسين بالمشابة كده، وهنسوي الاطراف بالسكينة، واحنا صبعنا لفينا التمر اهو، بحيث ان هو يسهل علينا عملية التشكيل وما ياخدش معانا وقت وغلبة كتير. وهنلف كده بقى رول، وهنسويه كده بقى وحركيه كده وكده علشان تتفرد معاك وما تكونش تخين. هنجيب السمسم بقى، خلي السمسم يمسك ازاي في البسكوت. هنجيب معلقة سكر ومعلقة مية ونقلبهم مع بعض ونحطهم على السمسم ونقلبهم كده بالشكل ده. زي ما انت شايفة كده يبقى مندي. هنقطع بقى البسكوت الحجم اللي انت عايزاه، هنقيس كده بايدينا ونقطع بالشكل ده كده وظبطيها ومحطاها في السمسم، مقلباها بقى في السمسم، هتلاقي السمسم لازق كلها عليها اهو، وما هيفكش منك ابدا وانت بتخبزيه. بعد ما تخبز هتشوفيه برضو زي ما انت شفتي كده في اول الفيديو، ما وقعش من عليه ولا اي حاجه، ما بتحرقش ولا بتلسع من الماء والسكر ولا اي حاجه في الفرن. جميل جدا. لو وصلت معاه لغايه هنا ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناه وتفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد انا بعمله. هنكمل بقى بقيه الكميه بالشكل ده كده. هنفرد اهو، خدي قطعه من العجين وافردها بين الكيسين، هتسهل عليكي جدا وتقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايزه، بدل ما تفرديها على الرخام وما تعرفيش تتحكمي فيها وتلزق منك وتبوظ. العمليه دي بتسهل جدا. كيسين تلاجة وافتحيهم واشتغلي بيهم، قطعه فوق وقطعه تحت والعجينه في النص، وافردي وقفلي كده بقى وحركيها وخلصي بقى كل الكميه بالشكل ده كده. وادي رصيتهم على صينيه. لو انت عايزه تعملي الشكل التاني اللي هو المبطط التاني ده المخطط، بتفردها نفس زيها بالظبط وتفردي التمر عليها وتقفليها وتعمليها بالشوكه، تخططها بالشوكه. هنروح بقى عند الفرن بقى علشان نخبزها. اقولك التسويه ازاي. بنبقى سخنا الفرن قبل ما نحطه. شايف درجه حراره الفرن عامله ازاي؟ ده الفرن العادي البلدي، ما تكونش عاليه قوي بعد ما سخناه، ما تكونش عاليه قوي، وسيبيه يستوي براحته بقى خالص، وما تعليش النار عليه عشان ما يحمرش وهو لسه ما استواش حلو، عشان يكون لو انت عايزاه مقرمش ولذيذ. امشي بس على الخطوات وان شاء الله الطريقه تعجبك وهتعجب اولادك باذن الله، هيطلبوه منك على طول. ايه رايك قولوا في البسكوت؟ تحفة يا ماما، تسلم ايدك. تسلمي يا حبيبي. قد البسكوت اهو بدأ يتخبز معانا كده واستوى، واهو شايفه النار هاديه ومتوسطه، يعني مش عاليه قوي ولا واطيه قوي، عشان يكون متحمص وحلو ومتلدن معاكي ويطلع جميل. هو بينفش حاجه بسيطه عن اللي احنا كنا عاملينه في الاول. اما انت كنت عاملاه عجينه، ما تكتريش البيكنج باودر عشان ما يبصش معاكي، ترجع تقول هلا قالت كده. لا انا ما قلتش كده، انا ما قلتش، انا قلت كوبايه معلقه دقيق وبتاع. لا اله الا الله محمد رسول الله. معلقه بيكنج باودر، معلقه واحده بس صغيره علشان ما يبص منك وينفش معاكي في الفرن وقت الخبيز. شايفه بدأ ياخد لونه الذهبي اهو ومتحمص، وطريقته حلوه جدا ومكوناته بسيطه وسهله ومبياخدش وقت خالص وسريع، وتشكيله سهل ما بياخدش لا عايز طبعات ولا عايز رسومات ولا عايز حاجه. الشكل التاني اهو اللي انا قلتلك عليه، تفردي العجينه وتفردي معاها حته عجينه التمر اللي هي العجوه، وتقفلي عليها وتعمليها كده بالشوكه، وهيطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي زي ما انت شايفه كده.
ان شاء الله الطريقة تعجبكم. ما تنسيش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكل فيديو جديد انا بعمله. قولوا لي ايه رأيكم بقى في التعليقات. بحبكم في الله. مع السلامة. مع السلامة يا حبايبي.